في سنة 2018 ورد ل 911 مكالمة تليفونية واللي ما كانش مفهوم منها أي شيء، لأن المكالمة كانت باختصار عبارة عن صراخ وبكاء مستمر من أم وبنتها. المكالمة ما كانش مدتها طويلة، بل وإنها استغرقت ثواني، وسمع الشخص اللي تلقى المكالمة إن في حد بيقتحم عليهم الباب، وبعدها سمع صوت لإطلاق الرصاص. أفراد الشرطة هيتجهوا فورا للبيت اللي تمت منه المكالمة، وحتى إنهم هيوصلوا لهناك بعد 5 دقايق من تلقيهم لمكالمة 911. ولكن بكل أسف لما هيوصلوا لهناك هيكتشفوا إن البيت في حالة فوضى عارمة، والكارثة الأكبر إن بنت أصحاب البيت واللي كان عمرها 13 سنة كانت مخطوفة من جوه البيت. ولما هيبدأ أفراد الشرطة إن هم يحاولوا يبحثوا عنها هيكتشفوا إن البنت اختفت تماما بدون وجود أي أثر ليها. والسؤال دلوقتي، مين الشخص اللي عنده الجرأة إن هو ياخد البنت من جوه البيت، ومش بس كده، وإن هو يخفيها تماما عن الأنظار؟ من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتدور أحداث قصتنا عن شاب واللي كان اسمه جيك بيترسون، واللي اتولد في 17 يونيو من سنة 1997. وجيك عاش حياته وطفولته في مقاطعة دوجلاس في ولاية ويسكونسن. أبوه كان اسمه باتريك وأمه كان اسمها ديبرا، وكان عنده أخ واللي كان اسمه إريك وأخت واللي كان اسمها كيتي، والاتنين كانوا أكبر من جيك. جيك المنطقة اللي كان بيعيش فيها كانت منطقة بتتسم بالهدوء، والبيت اللي كان ساكن فيه كان بيت في وسط الغابة. وده بالإضافة إن المدينة اللي كان عايش فيها جيك كانت تعداد سكانها لا يتعدى 800 شخص. تقدروا تقولوا إن كل شخص فيها كان عارف التاني. وهتمر طفولة جيك طفولة عادية جدا وطبيعية لحد ما هيتم جيك 10 سنوات من عمره، وفي الوقت ده أبوه وأمه هيقرروا إنهم ينفصلوا عن بعض. وحرفيا الحدث ده على وجه التحديد هيقلب حياة جيك رأسا على عقب، وده بسبب إن روتين العيلة كله اتغير في يوم وليلة. البيت اللي كانوا عايشين فيه قرروا ان هم يبيعوه، ابوه انتقل لبيت وامه انتقلت لبيت، وقرروا ان هم يفصلوا الاولاد عن بعض. ابو جيك قرر ان هو يشتري بيت واللي كان هو كمان في منطقة الغابات. وفي سنة 2011 جيك التحق بالمدرسة الثانوية، وكان دايما بيتوصف بان هو شخص هادي ومسالم، حتى ان بعض من اصدقائه والمدرسين اللي كانوا في المدرسة قالوا عنه نصا ان ما كانش فيه اي حد بيحس بوجوده. عارفين انتوا الاشخاص اللي بيكونوا موجودين في مكان وانتوا متأكدين ان هم موجودين، ولكن مفيش اي حدث ولا اي تصرف منهم يقدر يخليه يعلم في راسك؟ جيك كان من الشخصيات دي. ما كانش بيشترك في اي انشطة رياضية ولا اي انشطة ترفيهية، هو كان مكتفي بس بان هو ملتحق بالمدرسة وموجود معاهم، حتى ان بعض من الناس في المدرسة كانوا بيشوفوه ان هو شخص غريب ومشكوك في امره. اصدقاء جيك كانوا معدودين على اصابع اليد الواحدة، حتى ان هو كان في بعض الاحيان بيفضل ان هو ينعزل عنهم ويعيش لوحده. ولكن جيك كان عنده تناقض غريب جدا في شخصيته. برغم ان هو هادي وبعيد عن المشاكل، الا ان هو كان شخص مزاجي جدا ويقدر اي حد ان هو يعصبه بمنتهى السهولة. يعني على سبيل المثال، من ضمن المواقف اللي بتذكر عن غضب جيك ان كان في يوم في المدرسة في صالة الالعاب الرياضية، وكان في زميل ليه رمى الكورة في اتجاهه من غير ما يقصد، والكورة خبطت في جيك. وجيك قرر ان هو يعمل رد فعل مبالغ فيه وياخد الكورة ويحدفها في وش زميله مباشرة، لدرجة ان هو اتسبب ليه في كسر في انفه. من الاخر كده هو كان شخص خلقه في مناخيره، واي حد يقدر ان هو يعصبه باصغر تصرف. جيك في فترة التحاقه بالمدرسة الثانوية قدر ان هو يكون ليه حبيبة وصديقة مقربة، ولكن علاقتهم استمرت ببعض 4 شهور فقط. البنت اللي كانت مرتبطة بجيك كان اسمها بريانا، وبريانا بتقول ان هي كانت بتتردد على بيت جيك واللي كان موجود في الغابة واللي كان عايش فيه مع ابوه، ولكنها قالت ان لما جيك وهي كانوا بيبقوا لوحدهم في البيت، جيك كان بيتحول لشخص مختلف تماما. احنا هنا مش بنتكلم عن نوبات الغضب اللي كانت بتصيبه، ولكننا بنتكلم عن اختلاف من نوع اخر. بريانا بتقول ان كذا مرة وهي في البيت مع جيك شافت ان هو بيحب ان هو ياخد الحيوانات، سواء الحيوانات اللي في الغابة او الحيوانات اللي بتكون ميتة على الطريق عن طريق اي عربية صدمتها، ويبتدي ان هو ياخدهم للبيت عنده ويبتدي ان هو يفتحهم علشان يشوف احشائهم من جوه، وكأنه بيعمل لهم عملية تشريح. ومش بس كده، حتى ان هو كان بياخد رؤوس الحيوانات دي وبيعلقها ويعمل بيها ديكور في أوضة نومه. والتصرفات دي عمرها ما كانت مبشر بالخير أبدا،
لو تفتكروا قصة جيفري دامر واللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، نفس التصرفات دي كان بيعملها، اختبار الحيوانات والتشريح، واللي كان الكل بيتعامل معاه ان هو ده بدافع المعرفة. ولكن التصرفات دي ما بتكونش بدافع المعرفة على قد ما بتكون انها تصرفات بدوافع اجرامية ما بتكونش ظهرت للعلن. وده بالاضافة ان بريانا قالت عن جيك ان هو كان بيتنفس الكذب، كل كلمة كان بيقولها كانت عبارة عن كذب مطلق، مفيش أي حد كان يقدر يثق في أي جملة بتطلع منه. وطبعا مع كوكتيل المرض النفسي ده بريانا خافت على نفسها وقررت إنها تقطع علاقتها بجيك بعد ارتباطهم ب4 شهور. ولكن جيك ما كانش مبسوط أبدا بانفصالها عنه، وقرر إن هو يعاقبها. راح لعربيتها وقطع إطارات العربية بتاعتها ال4، جاب لها العجل على الأرض. وده بيرجعنا مرة تانية لتصرفات جيك وردود أفعاله المبالغ فيها. البنت انفصلت عنه واعتقد ان ده كان حق من حقوقها، ولكن بالنسبة لجيك مفيش اي حد المفروض ان هو يتجرأ ويسيبه ويمشي. وركزوا كويس جدا في النقطة دي. وفي سنة 2015 ولما كان عمر جيك 18 سنة اتخرج من المدرسة الثانوية، ولكن بطريقة غريبة قرر ان هو ما يحضرش حفلة التخرج، حتى ان هو اتهرب من التقاط الصورة الجماعية اللي كانت هتجمعه بزملائه في المدرسة. هو مش بس كده، بعد تخرجه قرر ان هو يقطع علاقته تماما بكل زملائه في المدرسة، قرر ان هو مش عايز يعرف اي حد فيهم مرة تانية. جيك قرر فجأة ان هو يعزل نفسه عن كل زملائه واصدقائه ومعارفه، وان هو يعيش في عزلة كاملة، يعيش لوحده بدون اي حد. وجيك هو اللي اختار العزلة دي، وكان مختارها بمحض ارادته. في الفترة اللي كان جيك ملتحق فيها بالمدرسة الثانوية كان مازال عايش ما بين بيت ابوه شوية وبيت امه شوية، ولكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية قرر ان هو يروح ويقيم في بيت ابوه اقامة كاملة. هو اللي علي مش قادر يفهمه ان بعد انتقال جيك للبيت اللي موجود في الغابة، ابوه قرر ان هو كمان ينتقل من البيت ويسيب لهم البيت هو واخوه إيريك يعيشوا فيه لوحدهم. وإيريك ما كانش افضل شخص في حياة جيك وما كانش قدوة على الاطلاق، وده لانه بالرغم من ان كان عمره في الوقت ده حوالي 22 او 23 سنة على اكتر تقدير، الا انه كان تم القبض عليه وتوجيه الاتهام ليه اكتر من مرة، ومن ضمن التهم اللي كانت موجهة ليه الاعتداء الجنسي على قاصرات. وحتى ان هو قضى 8 شهور في السجن، وده بعد ادانته بتصنيع المخدرات والامساك بيه متلبس. فلكم ان تتخيلوا ان هو ده الشخص والمثال الاعلى والقدوة اللي كان بيحتذى بيها في حياة جيك في الوقت ده. واللي زاد وغطى ان ابوهم قرر يسيب لهم البيت يعملوا فيه كل اللي هم عايزينه. جيك من وهو صغير كان بيحلم بان هو يلتحق بالقوات البحرية، وبالفعل قدر ان هو يلتحق بيها بعد تخرجه من المدرسة الثانوية. في الوقت ده جيك كانت احلامه ابتدت تتحول لحقيقة، ولكن كان في مشكلة واحدة كانت بتواجهه، ان هو بروتة، بمعنى اصح ان هو كان كسلان جدا وما بيحبش ان هو يتحرك. وبكل تأكيد دي عمرها ما كانت صفات تتناسب مع شخص منضم للقوات البحرية. وعلشان تتأكدوا من ان جيك عمره ما يغير اسلوبه ولا طباعه ولا يتخلى عن كسله، في الفترة اللي كان بيتم تدريبه فيها علشان يكون ملتحق رسميا في القوات البحرية ما قدرش يكمل اكتر من 5 أسابيع، وبعد كده مشي وساب المكان. مش معروف هل هو تم طرده ولا هو اللي مشي بمحض ارادته، ولكن على اي حال انضمامه للقوات البحرية ما اخدش اكتر من 5 أسابيع وبعدها مشي وساب المكان. وكسل جيك هيستمر معاه، وان هو حتى مش هيغير ده، برغم من ان هو كان لما بيلتحق باي وظيفة ما كانش بيقدر يقعد فيها اكتر من يوم واحد. كل وظيفة كان بيروح ليها كان بيقعد فيها يوم واحد وبعدها بيستقيل. ما كانش بيقدر ان هو حتى يستمر لمدة اسبوع او اسبوعين او حتى شهر عشان يقول انا تعبت من الشغل. واسلوب جيك ما حصلش مرة ولا 2، بل وانه كان عبارة عن دايرة مفرغة بيدور فيها لمدة 3 سنوات. كل مرة بيتحصل على وظيفة بيروح لمدة يوم وبعدها بيستقيل. جيك كان عاطل عن العمل، ولكنه كان بيضحك على نفسه في ان هو بيبحث عن وظيفة، وكان بيحب ان هو يقضي وقته في ان هو يلفلف حوالين المكان اللي كان عايش فيه في الغابة، وان هو يدور على الحيوانات الميتة هناك. بعد فترة من الحياة مع اخوه إيريك قرر ان هو ينفصل عنه وان هو يستقل بحياته. وفي الوقت ده جيك كان قاعد في بيت الغابة لوحده تماما، بدون ما يكون معاه ونيس ولا يكون معاه رقيب. وبالمناسبة جيك في المرحلة دي كان سعيد جدا بالحياة اللي هو عايشها، زي ما انا قلت لكم ان هو اختار انه ينعزل عن كل الناس وان هو يقطع علاقته باصدقائه، وان حياته لوحده كانت الحياة المثالية بالنسبة له في الوقت ده. ولكن جيك بعد فترة من حياته المنعزلة واللي هو اختارها بمحض ارادته حس ان هو مش مبسوط، وان الحياة دي هو مش عايز يستمر فيها اكتر من كده.
حس ان هو لوحده وان هو مفيش معاه اي حد، وده بالرغم من ان هو اللي عزل نفسه عن كل الناس. ولكن جيك في الوقت ده ابتدى يحس بالوحدة فعليا، وابتدى يحس ان هو عايز يدور لنفسه على صديق، بل وانه حس انه محتاج في حياته حبيبة. والطبيعي والمنطقي ان اي حد يكون عايز يكون في وسط الناس وان هو يكون ليه علاقات اجتماعية، ان هو يخرج او يرجع علاقته باصدقائه ويبتدي ان هو يدور على شخص يحبه. ولكن كل الكلام ده بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. اما عن جيك فقرر ان هو يحط اسوأ خطة ممكن تخطر على خيال اي حد. جيك قعد مع نفسه وفكر وقال انا محدش حاببني ومحدش حابب يكون على علاقة بيا، وبما ان مفيش اي حد عايز يكون على علاقة بيا فمفيش اي واحدة هتحبني، وعلشان كده انا لازم اروح واخطف بنت واخليها حبيبتي. زي ما قلت لكم قبل كده ان جيك هو اللي اختار ان هو يبعد عن اصدقائه وينعزل عنهم. فجأة كده ومن العدم قرر ان هو عايز يكون في حياته حد. هو مش بس كده، مش عايز الحد ده يدخل لحياته بصورة طبيعية، بل وان هو عايزه يدخل لحياته بالاجبار. وفي اكتوبر من سنة 2018، وفي الوقت ده جيك كان عمره 21 سنة. في الوقت ده جيك قرر ان هو يتحصل على وظيفة جديدة، وقدر بالفعل ان هو يتحصل على وظيفة في مصنع لتصنيع الاجبان. والمصنع اللي كان بيعمل فيه جيك ما كانش بعيد ابدا عن مدينة صغيرة واللي كان اسمها بارون ويسكونسن. وطبعا كالعادة جيك بعد ما قعد في وظيفته في المصنع ده بيومين 2 قرر ان هو يستقيل. وطبعا ده كان بالنسبة له توب سكور ان هو يقعد يومين بدل ما يقعد يوم واحد. ولكن في يوم من اليومين اللي هو كان رايح فيهم لمكان عمله، ولما كان سايق عربيته على طريق طويل جدا وممتد قدامه، جيك في الوقت ده شاف اتوبيس لمدرسة وقرر ان هو يقف وراه ويراقبه. اتوبيس المدرسة كان واقف قدام بيت على الطريق السريع رقم 8، ولكن المنطقة دي ما كانش فيها إلا البيت ده فقط. وبما إن الأتوبيس واقف قدام البيت يبقى بكل تأكيد الشخص اللي هينزل من الأتوبيس هيكون ساكن في البيت ده. وبكل أسف في اليوم ده جيك هيشوف البنت اللي كانت نازلة من الأتوبيس وكانت عايشة في البيت، واللي كان اسمها جيمي كلوس وكان عمرها 13 سنة. جيك لما كان شايف جيمي وهي بتتكلم مع أصدقائها وبتتفاعل معاهم قرر إن هي دي البنت اللي بيدور عليها، وحس إن هو معجب بيها من أول نظرة. ومن اليوم ده ومن بعد ما جيك شاف جيمي، حياة جيمي عمرها ما هترجع أبدا زي الأول. وخلونا دلوقتي نتعرف على جيمي علشان نعرف مين الطرف التاني في قصتنا. جيمي كلوس واللي اتولدت في يوليو من سنة 2005، وكانت في الوقت ده طالبة في الصف الثامن في مدرسة ريفر فيو المتوسطة. وجيمي كانت عكس جيك تماما، كان عندها أصدقاء كتير وكانت بتستمتع بالأنشطة اللي كانت بتشارك فيها في مدرستها. كانت بتمارس أنشطة كتير جدا زي الرقص والكرة الطايرة والتزلج على الجليد. وأكتر شيء جيمي كانت بتحبه في حياتها هو كلبها واللي كان اسمه مولي، حتى إن هي وكلبها مولي ما كانوش بيفترقوا أبدا عن بعض. جيمي كانت طفلة وحيدة لأبوها وأمها. أبوها كان اسمه جيمس وأمها كان اسمها دينيس، والتلاتة وكلبهم مولي كانوا عايشين في بيت واللي كان على الطريق السريع رقم 8. عيلة جيمي كانت عيلة مقربة جدا من بعض، وهي كانت مقربة جدا من أبوها وأمها، وكانوا بيحبوا دايما إن هم يقضوا وقت لطيف مع بعض. ولكن بكل أسف عيلة كلوس حياتهم كلها هتتغير بمجرد ما جيك شاف جيمي وهي داخلة للبيت. في الوقت ده وعلى الجانب الآخر جيك كان بيحط خطة محكمة علشان يقدر إن هو يخطف جيمي من البيت. وما كانش عنده استعداد إن يحصل أي غلطة، وكان عارف كويس جدا إن دي مش هتكون مهمة سهلة أبدا. هو كان عارف ومتأكد إن هي عايشة في البيت مع أبوها وأمها، عمره ما هيدخل عليهم البيت يقول لهم السلام عليكم وهاخد بنتكم بس عايزها في كلمتين وبعد كده يمشي. ما كانوش أبدا هيسيبوه إن هو يعمل كده. وعلشان جيك ينفذ اللي في راسه كان عارف كويس جدا إن هو ممكن يلجأ للعنف في التعامل مع والدين جيمي، وعلشان كده قرر إن هو يتحصل على بندقية واللي كانت من طراز موسبورغ واللي كانت من عيار 12، وقدر إن هو يتحصل على البندقية دي من مجموعة بنادق أبوه كان بيمتلكها. وجيك اختار البندقية دي على وجه التحديد مش بطريقة عشوائية زي ما انتم مفكرين. أول سبب لاختيار البندقية دي إنها قوية جدا وهتقدر إنها تحدث ضرر بالغ في حال إن هو حاول يستخدمها. تاني سبب إنها كانت شائعة جدا وكان في ناس كتير بتمتلكها، وبكده أفراد الشرطة مش هيقدروا إن هم يتعقبوه بسهولة من خلالها. جيك من ضمن حساباته إن هو ما يسيبش الDNA الخاص بيه في مسرح الجريمة علشان ما فيش أي حد يقدر إن هو يوصل له، وعلشان كده ابتدى يمسك الطلقات اللي كان هيحطها في البندقية ويمسح واحدة واحدة فيهم، وبعد كده لبس قفازات في ايديه وابتدى ان هو يحطهم في البندقية وهو لابس القفازات.
وده علشان ما يكونش فيه اي بصمات على الرصاصات اللي هتتضرب على اي حد او هتتضرب في المكان. جيك بحث كويس جدا عن الطرق اللي ممكن اي حد يتحصل بيها على الدي ان ايه الخاص بيه، وعرف ان اكتر شيء شائع في الحصول على الدي ان ايه هو الشعر، وعلشان كده قرر ان هو يحلق شعره بالكامل، مش بس شعر راسه، حلق حواجبه ورموشه وشعر جسمه بالكامل. ما كانش عنده اي استعداد ان هو يسيب اي اثر ليه في المكان. وبعد كده ابتدى ان هو يعمل شوية تعديلات في العربية بتاعته علشان مفيش اي حد يقدر ان هو يتتبعه. جيك اخد اللوحات المعدنية اللي كانت موجودة على عربية جاره وقرر ان هو يحطها على عربيته، علشان في حال ان الشرطة تتبعته او ان اي حد ابلغ عن العربية وعن رقمها مفيش اي حد يقدر يوصله. وكمان شال كل الإضاءة اللي كانت موجودة جوه العربية علشان ما تنورش بأي شكل من الأشكال وأي حد يقدر إن هو يتعرف عليه. واتجه بعد كده جيك لوول مارت وراح اشترى من هناك قناع تزلج وماسك اسود، حتى ان هو اشترى طقم كامل من الملابس السوداء. ولما نبص للموضوع وتخطيط جيك وان دي جريمته الاولى اللي يرتكبها، الموضوع مخيف جدا. قد ايه هو كان حاسب كل خطوة وما كانش سايب اي مجال للغلط. وبعد اسبوع واحد من لما جيك شاف جيمي وهي نازلة من اتوبيس المدرسة، كانت خطته كاملة وكان جاهز ان هو ينفذ فعلته. وفي يوم من شهر اكتوبر في سنة 2018 جيك هياخد العربية واللي عمل عليها التعديلات والبندقية والطقم اللي جهزه علشان يقوم بعمليته هيتجه لبيت جيمي. ولكن في اليوم ده لما هيوصل لهناك، ابو جيمي كان واقف بعربيته بره البيت وكان منور انوار العربية. وفي الوقت ده جيك هيترعب وهيخاف وهيقرر ان هو يهرب بسرعة من المكان. وبعد يومين 2 من الواقعة دي هيقرر جيك ان هو يروح مرة تانية للبيت، ولكن في المرة دي كمان هيلاقي الانوار في الدور السفلي كانت منورة، وعلشان كده هيخاف مرة تانية وهيقرر ان هو ياخد بعضه ويمشي. ولكن في تاريخ 15 اكتوبر من سنة 2018 في اليوم ده جيك قرر ان هو ياخد بعضه ويروح للبيت وما يمشيش من هناك الا وجيمي معاه. وفي اليوم ده جيك اختار بعد منتصف الليل علشان يروح لهناك، وبكل تأكيد عيلة جيمي كلهم كانوا نايمين. وفي الوقت ده جيك حس ان هو ده الوقت المثالي اللي ينفذ فيه خطته. وبالفعل جيك هياخد العربية وهيسوقها لحد الممر الامامي للبيت. وفي الوقت ده كلب العيلة واللي كان اسمه مولي هيبتدي ان هو ينبح بصورة كبيرة جدا، وده لانه شايف شخص غريب عنه بيقرب من البيت. وبسبب الكلب جيمي صحيت من نومها وراحت للشباك علشان تشوف ايه اللي بيحصل تحت. وفي الوقت ده شافت جيك واللي كان لابس اسود في اسود وكان واقف قدامها وكان ماسك في ايده بندقية. وفورا جيمي هتروح لأوضة أبوها وأمها وهتبتدي إنها تصحيهم من النوم وتقول لهم إن في شخص غريب بيقرب من البيت ومعاه بندقية. في الوقت ده جيمس أبو جيمي قرر إن هو يطلب من جيمي وأمها دينيس إن هم يستخبوا في أي مكان في الدور العلوي، وإن هو بنفسه هينزل ويشوف مين الشخص ده. وبالفعل نزل جيمس أبو جيمي للدور السفلي ووقف قدام الباب علشان يشوف مين الشخص ده. الباب الأمامي للبيت كان فيه زي شباك زجاجي، واللي كان جيمس أبو جيمي شايف من خلالها الشخص اللي بيقرب من البيت. وبسبب الثقة اللي كان الشخص ده بيقرب بيها من البيت، اعتقد أبو جيمي في الوقت ده إن الشخص ده فرد من أفراد الشرطة. وابتدى جيمس يقول له وريني الشارة بتاعتك، أنا عايز أعرف أنت شرطي ولا لأ. وفي الوقت ده جيك قرب من الباب وابتدى إن هو يوجه بندقيته في اتجاه جيمس، وقال له إن هو ينزل على الأرض ويفتح الباب. ولكن جيمس في الوقت ده كان أشبه بالمتجمد في مكانه وما كانش عارف إن هو يتحرك وما كانش مستوعب الموقف. جيك ابتدى إن هو يعمر البندقية وجهها في اتجاه جيمس وأطلق عليه الرصاص، وبكل أسف جيمس وقع على الأرض وانتهت حياته فورا بسبب الإطلاق عليه. وفي الوقت ده دينيس وجيمي هما الاتنين كانوا سامعين الصوت وكانوا عارفين ومتأكدين من إن في أمر خطير جدا بيحصل في البيت. في الوقت ده جيك كان رايح وطلع للدور العلوي علشان يقدر ان هو ياخد جيمي ويخرج بيها من البيت. وعلى الجانب الاخر دينيس وجيمي راحوا واستخبوا في الحمام بعد ما سمعوا صوت اطلاق الرصاص، حتى ان دينيس ام جيمي قفلت باب الحمام كويس جدا واخدت خزنة واللي كانت موجودة في الحمام حطتها ورا باب الحمام، ودخلوا الاتنين للبانيو وابتدوا ان هما يلفوا ستارة البانيو حواليهم في محاولة منهم هما الاتنين بان هما يحموا نفسهم تجاه الشخص اللي بيهاجمهم. طبعا جيك ما كانش عارف البيت من جوه كويس قوي وما كانش عارف جيمي موجودة فين، وعلشان كده ابتدى ان هو يفحص غرف البيت غرفة غرفة لحد ما وصل للحمام واللي كان بابه مقفول. وهنا جيك اتأكد ان جيمي موجودة ورا الباب ده.
هو ابتدى جيك ان هو يضرب الباب برجليه ويزقه بكتفه ويحاول ان هو يكسره باي شكل من الاشكال. وفي الوقت ده دينيس وجيمي كانوا مرعوبين وكانوا حاسين ان الشخص ده ممكن يوصل لهم في اي وقت. دينيس لحسن الحظ كان معاها تليفونها جوه الحمام واللي كان موجود في جيبها، وقدرت انها تتصل بال 911. في الوقت اللي كان جيك فيه بيخبط الباب وبيحاول ان هو يكسره، دينيس كانت بتتصل بال 911، وبمجرد ما ردوا عليها قدر جيك ان هو يكسر الباب، بل وانه كسره وقسمه لنصين. مكالمة ال 911 استغرقت ثواني معدودة وكانت عبارة عن صراخ مستمر بدون انقطاع. مكالمة ال 911 اتقطعت ومفيش حد عارف ايه السبب. هل جيك هو اللي فصل المكالمة ولا التليفون وقع من ايد دينيس في حالة الرعب اللي هي كانت فيها؟ مفيش اي حد عارف. جيك راح في اتجاه ستارة الحمام وابتدى ان هو يقطعها علشان يوصل لجيمي واللي كان متأكد انها موجودة تحتها. في الوقت ده دينيس كانت واخدة بنتها جيمي في حضنها وكانت بتحاول انها تحميها بجسمها. وفي الوقت ده دينيس ابتدت انها تترجاه بان هو ما يأذيهاش هي وبنتها، حتى انها قالت له شوف انت عايز ايه واحنا هنقدر ان احنا نديهولك بس ما تأذيناش. بالفعل دينيس كان عندها استعداد انها تعمل اي حاجة في سبيل انها تنقذ نفسها وتنقذ حياة بنتها. وجيك قرر ان هو يستغل الموقف واخد شريط لاصق وطلب من دينيس انها تحط الشريط اللاصق على بق جيمي. دينيس ما كانش عندها اي حل غير انها تعمل اي حاجة يطلبها منها جيك في محاولة منها انها تهديه وان هو يسيبهم في حالهم. وانا شايفة ان التصرف ده تصرف مريض جدا من جيك، ان هو يطلب من امها انها تحط شريط لاصق على بقها. ولكن دينيس في محاولة منها انها تنفذ اوامره كانت بتترعش وكانت خايفة ومرعوبة وفشلت في انها تعمل ده بصورة صحيحة. وعلشان كده جيك اخد منها الشريط اللاصق وابتدى ان هو يحطه بنفسه على بق جيمي قدامها. وما اكتفاش بان هو بس يحط الشريط اللاصق على بقها، بل وانه ربط ايديها ورجليها وسحبها وخرجها بره البانيو، وحتى ان هو خرجها بره الحمام تماما. في الوقت ده دينيس كانت لسه جوه البانيو. رجع جيك مرة تانية للحمام موجه بندقيته في اتجاه دينيس، وبعد كده لف وشه في اتجاه الناحية التانية، لانه يا حرام مشاعره الرقيقة ما كانتش قادرة تخليه يشوف دينيس وحياتها بتنتهي. وبعد كده اطلق على دينيس الرصاص وانهى حياتها فورا. في الوقت ده جيمي بكل اسف اتأكدت ان الشخص ده انهى حياة ابوها وامها، وما كانتش عارفة مصيرها هيكون ايه. بعد كده جيك اخد جيمي شالها بين ايديه وابتدى ان هو ينزل بيها على السلالم. وفي الوقت ده جيمي شافت ابوها وهو منايم على الارض وعرفت ان حياته انتهت هو كمان. وبعد كده جيك اتجه بجيمي للعربية، فتح شنطة عربيته وحطها جوه وقفل عليها. والمرعب والمخيف والمستفز في نفس الوقت ان كل الاحداث اللي انا بحكيها لكم دي تمت في خلال 5 دقايق فقط. 5 دقايق كل اللي جيك كان محتاجه علشان ينهي حياة ابو جيمي وامها، وان هو يخطفها وتكون حاسة ان مصيرها مجهول ومش عارفة ايه اللي هيحصل لها. قعد جيك بعد كده في العربية وخلع القناع من على وشه وحس ان خطته كانت مثالية وقدر ان هو يهرب بفعلته. وابتدى ان هو ياخد العربية ويخرج بيها من ممر البيت. وبعد خروجه من ممر البيت ب20 ثانية بس سمع جيك صوت عربيات الشرطة وهي جاية للبيت، لأن ال 911 بلغوهم بالموقف وتحركوا فورا وراحوا في اتجاه البيت. أفراد الشرطة كل اللي استغرقوه علشان يوصلوا للبيت بعد تلقي مكالمة ال 911 كانوا 5 دقايق فقط. جيك في الوقت ده كان معتقد ان أفراد الشرطة بيطاردوه هو وان هم جايين علشان يقبضوا عليه، وابتدى انه يكون مستعد ان هو يحضر بندقيته علشان يدخل معاهم في معركة ويحاول ان هو يهرب هو وجيمي. ولكنه اتفاجئ بان افراد الشرطة كانت عربياتهم بتمر من جنبه وان مفيش اي حد كان واخد باله منه تماما، لان زي ما قلت لكم المكالمة اللي تلقاها افراد الشرطة لل 911 كانت عبارة عن صراخ وما قدروش ان هم يعرفوا منها ولا اوصاف الشخص ولا يعرفوا اي حاجة من اللي بتحصل، وعلشان كده ما كانوش مشتبهين في اي حد في الوقت ده. برغم ان افراد الشرطة قدروا ان هم يوصلوا لبيت جيمي بسرعة جدا بعد تلقي المكالمة، الا انهم اتأخروا لمدة 20 ثانية واللي كانت كافية علشان جيك يهرب بفعلته. في الوقت ده ولما جيك اطمن ان الدار امان وان مفيش اي حد بيطارده، اخد بعضه وقرر ان هو يتجه لبيته واللي كان موجود في الغابة، وساق العربية من بيت جيمي لحد بيته لمدة 2 ساعتين. في الوقت ده جيمي كانت في شنطة العربية وكانت مربوطة وكانت خايفة جدا وما كانتش عارفة جيك واخدها على فين ولا هيعمل فيها ايه. افراد الشرطة لما وصلوا للبيت جيمي لقوا ان البيت كان في فوضى عارمة، واتفاجئوا بان دينيس وجيمس اصحاب البيت كانوا متوفيين،
وبعد فترة قصيرة جدا اكتشفوا ان جيمس ودينيز عندهم بنت عمرها 13 سنة واللي كان اسمها جيمي، واكتشفوا بكل تأكيد ان البنت كانت مفقودة تماما وان تم اختطافها من جوه البيت. جيك لما وصل للبيت ابتدى ان هو يفتح شنطة العربية، خرج منها جيمي وابتدى ان هو يجرها لحد ما وصل للبيت. بيت جيك كان عبارة عن فوضى كبيرة جدا، وكانت القمامة والقذارة موجودة في كل ركن فيه، ما كانش حتى بيتعب نفسه ان هو ينظف البيت. في البداية جيك أخد جيمي لغرفة نومه وأمرها بإنها تغير هدومها وإنها تقلع كل الهدوم اللي هي لابساها علشان تلبس ملابس هو كان محضرها لها واللي كانت عبارة عن بيجامة. جيك كان عايز جيمي تتخلص من كل ملابسها علشان يقدر إن هو ياخدها ويشعل فيها النار، وده بيكون آخر دليل ممكن يوصل أي حد ليه. وبعد كده جيك قال لجيمي وهو مبتسم إن ده المكان اللي هتعيش فيه بقية حياتها. طبعا جيمي كانت في حالة من الذهول والصدمة وما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل، وابتدى جيك ان هو يملي عليها القواعد والقوانين الجديدة. قال لها انها لو عملت اي صوت او حاولت انها ما تسمعش كلامه او حاولت انها تهرب من المكان ان العواقب هتكون وخيمة. وبعد ما جيك انهى كل كلامه راح واخد البندقية حطها على الحيط وكأنه بيهدد جيمي بانها لو ما سمعتش كلامه بان هو هينهي حياتها. ونهى جيك كلامه بان لو في اي شخص حاول ان هو يدور عليها وان لو اي شخص لقاها في المكان ان مفيش اي حد ولا اي قوة هتقدر تخرجها من جوه البيت وهي على قيد الحياة. جيك كان محضر مكان يحتفظ فيه بجيمي من غير ما اي حد يلاحظ، والمكان ده كان كرياتيف قوي ومبدع الحقيقة. جيك قرر ان هو يحط جيمي تحت سريره، حرفيا كان مخطط انها تفضل طول الوقت تحت السرير. جيك زق السرير بتاعه جنب الحيط مباشرة وكان السرير مرتفع عن الأرض بعض الشيء، ولما كانت جيمي بتدخل تحت السرير كان جيك بيجيب حاويات من البلاستيك ويبتدي ان هو يحطها حوالين السرير علشان مفيش اي حد يلاحظ وجود جيمي. وده بالإضافة ان الحاويات البلاستيك دي كانت مليانة بأوزان تقيلة جدا علشان جيمي ما تحاولش انها تزقها وتخرج منها. المكان كان ضيق جدا وجيمي ما كانتش قادرة ابدا انها تتحرك فيه، وتقدروا تقولوا انها كانت محاصرة تحت السرير. افراد الشرطة في الوقت ده كانوا بيبحثوا عن جيمي وكانوا في محاولات ضارية في ان هم يلاقوها. مكتب التحقيق الفيدرالي كان بيراجع كل أشرطة المراقبة في الاماكن المجاورة للبيت، كانوا بيحاولوا ان هم يبحثوا عن اي ادلة في البيت توصلهم بالجاني، ولكن بكل اسف ما كانوش قادرين يتحصلوا على اي دليل يوصلهم بالجاني. زي ما قلت لكم ان جيك كان عامل حسابه كويس جدا وما سابش وراه اي دليل. في الوقت ده افراد الشرطه ما كانوش قادرين يتحصلوا على اي ادله ولا كانوا قادرين يتوصلوا للجاني، وده بالاضافه ان جيمي كانت اختفت تماما ومبقاش ليها اي اثر. في الوقت ده اللي حصل لجيمي كلوس كان حدث، حتى ان هو انتقل للاخبار الوطنيه وللقنوات الاخباريه وكان حرفيا حديث الساعه في الوقت ده. كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتداول صور لجيمي وكانوا في محاولات في ان هم يبحثوا عنها، حتى ان بعض من سكان المدينة واللي كان عددهم 100 شخص ابتدوا ان هم يتطوعوا ويبحثوا عن جيمي في المنطقة المحلية. وبعد اسبوع واحد من تطوع ال100 شخص للبحث عن جيمي انضم ليهم اكتر من 2000 شخص من السكان المحليين في محاولة منهم ان هم يلاقوا جيمي. الحدث كان ضخم جدا والناس كلها كانت متعاطفة مع جيمي واللي حصل مع أسرتها، وكانوا بيحاولوا ان هم يمدوا لهم ايد المساعدة بأي شكل من الأشكال. ولكن بكل أسف برغم من كل الجهود اللي كانوا بيقدموها إلا إن ما كانش فيه أي دليل يوصلهم بجيمي. عمة جيمي ظهرت في وسائل الإعلام وابتدت إنها تتوسل لأي شخص عنده أي معلومة توصلهم بجيمي إن هو يمدهم بيها فورا ويبلغ الشرطة. وفي تاريخ 25 أكتوبر أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة واللي كانت بتقدر ب25,000 دولار لأي شخص يمدهم بأي معلومة عن المكان المتواجدة فيه جيمي. والمصنع اللي كان بيعمل فيه جيمس أبو جيمي قرر إن هو يرفع المكافأة وإن هو يضيف من عنده مبلغ 25,000 دولار إضافية، وبكده بقى مبلغ المكافأة تحول ل50,000 دولار لأي شخص يمدهم بأي معلومة عن المكان المتواجدة فيه جيمي. في الوقت ده كان مر أسبوعين كاملين على اختطاف جيك لجيمي وإن هو حطها في البيت اللي موجود في الغابة، وجيك في الوقت ده كان حاسس بان مفيش اي حد هيقدر يمسكه وان هو بالفعل قدر يخفي اي اثر وان هو هرب بفعلته تماما. زي ما قلت لكم ان جيك كان بيحبس جيمي تحت السرير ولكنه ما كانش حاططها تحت السرير طول الوقت. في الوقت اللي كان بيكون فيه بره البيت كان بيحطها تحت السرير وبيقفل عليها بالحاويات البلاستيكية اللي كان فيها الأوزان
اما لما بيكون موجود جوه البيت كان بيسمح ليها انها تلف في البيت وانها تدخل الحمام وانها تتعامل طبيعي جدا. زي ما قلت لكم ان الهدف الاساسي من خطف جيك لجيمي ان هو يكون عنده صديقة وان هو يحولها لحبيبة ليه، وبالتأكيد هو مش هيكون ولا عنده صديقة ولا حبيبة وهو حاططها تحت السرير طول الوقت. فكان بيحاول من وقت للتاني ان هو يتظاهر بان الحياة ما بينهم طبيعية. جيك في الوقت ده كان بيجبر جيمي انها تقعد وتلعب معاه كوتشينة او انها تتفرج معاه على التلفزيون او انها تتبادل معاه اطراف الحديث. طبعا في البداية جيمي ما كانتش ابدا موافقة على اي حاجة من دي، وكانت شايفة في جيك الشخص اللي انهى حياة ابوها وامها، وما كانتش قادرة ابدا انها تتعامل معاه ولا انها تتكلم معاه، وكانت رافضة حتى انها تاكل. ولكنها لما اتصدمت بالجانب العنيف من شخصية جيك واللي قلت لكم عليه قبل كده بردود افعاله المبالغ فيها، هي في الاول وفي الاخر بنت عمرها 13 سنة وبكل تأكيد لازم هتكون خايفة منه، حتى ان هو انهى حياة ابوها وامها قدام عينيها، ايه اللي هيمنعه من ان هو ينهي حياتها هي كمان؟ وعلشان كده وبعد مرور اسبوعين كاملين ابتدت جيمي انها تلاقي ان مفيش اي حل غير انها تسمع كلامه وتنفذ اوامره. مش بس كانت بتسمع اوامره، كانت بتاكل الاكل اللي بيقدمه لها، وكانت بتقعد وتتكلم معاه وتتظاهر بان هي صديقة ليه، كانت بتشاركه في الالعاب اللي كان بيحاول ان هو يلعبها معاها، وكانت بتقعد وبتتفرج معاه على التلفزيون. في الوقت ده جيك واللي مخه قد حبة البسلة ابتدى ان هو يفرح فرحة اللهبل ويحس ان جيمي في الوقت ده ابتدت انها تكون صديقة ليه، فبكل تأكيد اللي هيمنعها انها مع الوقت تحبه وتتعلق بيه وتتحول من صديقة لحبيبة. ده انت حبة البسلة اكبر من مخك. لان جيمي على الجانب الاخر واللي كان عمرها 13 سنة كانت بتفكر باستراتيجية مختلفة تماما، وهي انها تقنع جيك بان هي خلاص موافقة على كل حاجة وهتنفذ كل اوامره، وانها تنتظر اللحظة المناسبة اللي تخليها تقدر تهرب من المكان. جيك في الوقت ده في محاولة مريضة جدا منه للتقرب من جيمي قرر ان هو يجبرها كل يوم بالليل انها تنام معاه على نفس السرير. ما كانش فيه اي حاجة بتحصل ما بينهم وما كانش بيحاول ان هو يتجاوز حدوده معاها، ولكنه كان بيجبرها كل يوم انها تنام جنبه، وده طبعا لاعتقاده بان كل ده هيحاول ان هو يكسر الجليد ما بينهم ويقربهم من بعض. ومرت اسابيع وابتدى جيك يحس بان خطته فعلا ماشية زي ما هو راسم، وان جيمي اتحولت لصديقة ليه، وانها سلمت للامر الواقع وان هي هتعمل اي حاجة هو هيطلبها منها. في الوقت ده جيك انتقل لمرحلة تانية من خطته وابتدى ان هو يتعامل مع جيمي بطريقة لطيفة جدا وكأنه جنتلمان، وكان معتقد بان هو لما يتعامل معاها بطريقة لطيفة انها تنسى تماما فكرة ان هو الشخص اللي انهى حياة ابوها وامها وجابها بالعافية وحطها في بيته، وان هي في الاخر تقع في غرامه ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. بس ما تنسوش ان جيك زي ما قلت لكم عنده عدم تحكم في الغضب، وكان من وقت للتاني بتفلت اعصابه منه، وكان بيتهجم على جيمي وبيعتدي عليها بالضرب، حتى ان هو في مرة سبب لها كدمات قوية جدا في ظهرها، وفي مرة تانية فضل ان هو يصرخ عليها ويزعق لها لدرجة ان البنت خافت وكانت منكمشة في ركن من اركان الاوضة وكانت مش عارفة تتحرك ابدا. في الوقت ده جيك ابتدت نفسيته تتحسن شوية وتحصل على وظيفة، وكان في الوقت ده بيجبر جيمي كل يوم انها تدخل تحت السرير يحط حواليها الحاويات البلاستيكية ويخليها محبوسة تحت السرير لمدة 12 ساعة من غير اكل، من غير حمام، من غير ما تعرف انها تتحرك من مكانها. كانت مجبرة انها تفضل في المكان بدون اي حركة لحد ما جيك يرجع من عمله. هو مجرد ما جيك كان بيرجع للبيت كان بيطلعها من تحت السرير ويسيبها تلف في ارجاء البيت ويتعامل معاها على انها صديقته وحبيبته، والموضوع ده مربك جدا الحقيقة. اكتر حاجة هتصدمكم في القصة دي لما تعرفوا ان ابو جيك كان كل يوم سبت بيروحوا يزوروا في البيت في الغابة، واليوم اللي كان بيروح فيه ابو جيك للبيت كانت جيمي بتجبر انها تفضل تحت السرير طول ما هو موجود، وكان ممنوع عليها انها تعمل اي صوت. وعلشان جيك يتأكد من ان ابوه مش هيسمع اي حاجة كان بيشغل مزيكا بصوت عالي جدا في حال ان جيمي اتكلمت او عملت اي صوت، علشان يتأكد من ان ابوه مش هياخد باله من وجودها. انا بمجرد ما سمعت الموضوع ده كنت متأكدة من ان ابوه كان عارف وعامل نفسه مش عارف، ولكن التحقيقات اثبتت بان ابوه بالفعل ما كانش عنده اي فكرة ان في بنت عمرها 13 سنة محتجزة جوه البيت.
وفي تاريخ 27 أكتوبر من سنة 2018 كانت جنازة دينيس وجيمس. الجنازة حضرها الأصدقاء والجيران، حرفيا كل شخص كان من معارف عيلة كلوس ما فوتش الجنازة. ومر شهر أكتوبر وشهر نوفمبر لحد ما هنوصل لشهر ديسمبر من سنة 2018، وفي الوقت ده جيمي كان تم احتجازها حوالي شهرين. وجيمي كان عندها أمل في إن أي شخص يحاول إن هو يدور عليها ويلاقيها وينقذ حياتها. بيذكر إن في يوم من الأيام جيك كان سكران وابتدى يحس بشعور بالذنب، وابتدى إنه يتكلم مع جيمي ويقول لها إنه حاسس بالذنب تجاهها وتجاه اللي عمله مع أبوها وأمها، حتى إن هو طلب منها في اليوم ده ووعدها إنها لو كتبت رسالة لعمتها اللي ظهرت في وسائل الإعلام إن هو هيتأكد إن الرسالة دي توصل لعمتها علشان تعرف إن هي على قيد الحياة. جيمي طبعا زي الغرقانة اللي متعلق بقشة حست إن ده طوق النجاة الوحيد ليها، وكتبت بالفعل الرسالة بسرعة جدا وسلمتها لجيك. ولكن بكل أسف جيك لما صحي من حالة السكر اللي كان فيها تاني يوم تراجع تماما عن الفكرة، حتى إن هو تراجع عن شعوره بالذنب تجاه جيمي واللي عمله مع أبوها وأمها. وفي يناير من سنة 2019 ولما مر على اختطاف جيمي حوالي 3 شهور، في الوقت ده جيمي كانت فقدت الامل تماما في ان حد يدور عليها ويلاقيها، ولقيت ان الحل الوحيد علشان تخرج من الازمه اللي هي فيها ان هي تهرب بنفسها. حاولت انها تخطط لده علشان تعرف ازاي انها تهرب. وفي خلال اسبوعين كاملين لما كان جيك بيخرج لمكان عمله ابتدت انها تحاول تحرك الحاويات البلاستيكيه اللي كان بيحاوط بيها السرير اللي كانت بتقعد تحتيه، واكتشفت انها بالفعل تقدر انها تحرك الحاويات دي بصورة كافية انها تقدر تمر من خلالها. ولكن السؤال والأزمة دلوقتي امتى الوقت المناسب اللي تقدر في خلاله انها تهرب من المكان؟ وفي يوم 10 يناير من سنة 2019 جيك راح وبلغ جيمي بان هو هيخرج ويسيب البيت لمدة حوالي من 5 ل6 ساعات. وفي الوقت ده جيمي لقت ان هي دي الفرصة المثالية علشان تقدر انها تهرب. وقبل ما يخرج كالعادة حطها تحت السرير وحط حواليها الحاويات البلاستيكية اللي فيها الأوزان، واستنت جيمي تحت السرير بدون أي حركة لحد ما اتأكدت من إن جيك خرج بره البيت، ركب عربيته وأخد العربية وبعد بيها من المكان. وابتدت جيمي إنها تزق الحاويات البلاستيكية دي، وبالفعل قدرت إنها تحركها لدرجة كافية إنها تقدر تمر من خلالها. وابتدت انها تتوجه للباب الامامي، ولكنها في الوقت ده ما كانش معاها اي احذيه، لان زي ما قلت لكم ان هي تم اختطافها من البيت وما كانتش خارجه باي احذيه، وعلشان كده اخذت حذاء واللي كان خاص بجيك وهربت بسرعه من المكان. في الوقت ده جيمي كانت خايفه ومرعوبه وهي واقفه في الشارع، ما كانتش عارفه المكان ولا عارفه هي موجوده فين، وده بالاضافه انها مش متاكده ان جيك هيرجع بدري ولا لا. هو بالفعل قال لها ان هو هيغيب من 5 ل6 ساعات، بس ايه اللي يمنعه من ان هو يكون بيكذب عليها او ان هو يرجع قبل الميعاد؟ وعلشان كده قررت جيمي انها تتحرك في اي اتجاه بدون اي هدف، على امل انها تقابل اي حد يقدر ان هو يساعدها. وبالفعل جيمي هتقابل سيدة واللي كانت بتتمشى هي وكلبها، والسيدة دي كان اسمها جين نوتر. جيمي هتقرب من جين وهتبتدي انها تطلب منها المساعدة وتترجاها في انها تساعدها. في الوقت ده جين بصت لجيمي ولاحظت انها لابسه ملابس كبيره جدا على سنها، وان الحذاء اللي كان في رجليها ما كانش خاص بيها. وابتدت انها تتساءل ايه اللي مخلي البنت دي تلبس ملابس اكبر منها بكتير كده. ولكن جيمي ابتدت تردد عليها انا اسمي جيمي، ارجوكي انقذيني، ارجوكي ساعديني. في الوقت ده جين بمجرد ما سمعت اسم جيمي افتكرت البنت اللي صورها مالية الجرايد والمجلات وقنوات التلفزيون في محاولة ان هم يعثروا عليها، واتأكدت ان البنت اللي واقفة قدامها دي هي اللي امريكا كلها بتدور عليها. وبالفعل جين اخدت جيمي لاقرب بيت كان موجود جنبهم، واللي كان ملك بيتر وكريستن، واللي كانوا زوجين عايشين في نفس المنطقة. جيمي لما وصلت لبيت بيتر وكريستن ابتدت انها تشرح لهم عن اللي حصل لها بالظبط، وان ازاي جيك خطفها من بيت اهلها وازاي انهى حياة ابوها وامها. في الوقت ده جين وبيتر وكريستن كانوا خايفين ومرعوبين من ان جيك في اي وقت يدخل عليهم ومعاه بندقية ويحاول ان هو ينهي حياتهم هم كمان علشان ياخد جيمي معاه. وعلشان كده كريستن قررت انها تتصل بال 911 وتبلغهم انها لقت بنت واللي بتقول وبتدعي بان هي جيمي كلوس اللي بيدوروا عليها. 911. Hi, I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Okay, have you seen her photo, ma'am?
Yes, it is her. I 100% think it is her. في الوقت اللي كريستين كانت بتجري مكالمة 911 زوجها بيتر كان واقف حرفيا قدام الباب وكان معاه بندقية في محاولة منه ان هو يدافع عن اللي موجودين جوه البيت في حال ان جيك جه ليهم وحاول ان هو ياخد جيمي بالقوة. افراد الشرطة لما وصلهم الخبر كانوا في حالة من الذهول والفزع وكانوا خايفين جدا من ان جيك يكرر فعلته مرة تانية وان هو ينهي حياة جين وبيتر وكريستين وان هو ياخد جيمي مرة تانية ويحتجزها في مكان ما يعرفوش هو فين. وكان لازم ان هم يوصلوا للمكان بسرعة ياخدوا جيمي من هناك ويبعدوها عن المكان فورا. في الوقت ده جيك ما كانش لسه رجع للبيت، او بالفعل افراد الشرطة وصلوا للمكان واخدوا جيمي وحاولوا ان هم يبعدوها عن المكان. في الوقت اللي كانت عربيات الشرطة خارجة بجيمي من المكان كان جيك راجع للبيت مرة تانية حتى ان جيمي شافته وكانت خايفة ومرعوبة. ولكن في الوقت ده افراد الشرطة كانوا بيحموها وجيك ما كانش يقدر ان هو يوصل لها مرة تانية. جيك بكل تأكيد لما وصل للبيت اكتشف ان جيمي هربت من المكان وكان في حالة من الغضب وقرر ان هو يطلع بره البيت ويدور حواليه لانه كان في الوقت ده معتقد من ان جيمي مش هتبعد ولا هتروح لبعيد ولا هتقدر انها تروح لأي مكان وانها بكل تأكيد موجودة قريب جدا وان هو هيرجعها للبيت مرة تانية. جيك بمجرد ما ركب عربيته علشان يروح ويدور على جيمي لقى افراد الشرطة محاصرينه من كل اتجاه، وهنا قرر ان هو يستسلم ولقى ان مفيش اي حل غير ان هو ما يحاولش ان هو يقاومهم ابدا. وبالفعل خرج جيك من العربية وهو رافع ايديه الاتنين لفوق حتى ان هو اعترف واقر بذنبه. ولو عندكم فضول وحابين تعرفوا جيك خرج من البيت واختفى لمدة 5 ل 6 ساعات ليه؟ لان هو كان بيعمل انترفيو وكان بيقدم لطلب لوظيفة. جيك كان معتقد ان هو خلاص مفيش اي حد هيوصل لجيمي ولا جيمي هتحاول انها تهرب وان هو هيعيش معاها حياة طبيعية، هيتحصل على وظيفة وهيعيشوا هما الاتنين سعداء بقية حياتهم. وده لو بيعرفنا شيء بيعرفنا هو قد ايه مختل عقليا. وطبعا وسائل الاعلام كانت بتغطي خبر العثور على جيمي وافراد الشرطة كانوا في غاية السعادة بان هما قدروا ان هما يلاقوها وهي بخير وسلامة. جيمي تم إيداعها في وصاية عمتها وبقت هي الوصية القانونية عليها، وعلى ما أعتقد إنها لحد يومنا ده ما زالت عايشة معاها في نفس البيت. وأكتر حاجة مفرحة في القصة دي إن جيمي رجعت مرة تانية لكلبها مولي واللي كان حزين جدا على فراقها. كل الناس كانوا سعداء بنجاة جيمي ورجوعها مرة تانية وكانوا بيقدموا لها كل الحب والدعم والتهاني والرسائل واللي كانت كلها محملة بعبارات إن هم موجودين معاها وهيدعموها في أي وقت تحتاج فيه للدعم. على الجانب الآخر الأخ جيك واللي قدم اعترافات كاملة متكاملة لأفراد الشرطة عن خطته المثالية اللي ما طلعتش مثالية. جيمي قال إن هو قدم اعترافات كاملة لأفراد الشرطة علشان يجنب جيمي من إنها تقف في قاعة المحكمة وتحس بالألم وإن هي تكون حزينة قدامه. جيك كتب رسالة واللي كانت موجهة لجيمي وكان بيعبر فيها عن مدى أسفه وإن هو قد إيه حزين وندمان على كل حاجة هو عملها وإن هو عارف إن أسفه ده ما بيعنيش ليها أي شيء وإن هو مش هيغير اللي حصل. ونهى الرسالة بإن هو رسم قلوب صغيرة حوالين اسم جيمي. ده انت ربنا يعينك على المهلبية اللي في دماغك. وفي مارس من سنة 2019 بدأت محاكمة جيك واللي ما كانتش محاكمة قوي لأن زي ما قلت لكم هو قدم اعترافات كاملة عن كل تصرفاته. جيك اتحكم عليه بعقوبتين بالسجن مدى الحياة لإنهائه لحياة جيمس ودينيس بالإضافة لحكم ب40 سنة على خطفه لجيمي. والقاضي بعد إصدار الحكم عليه قرر بأن هو ما يتمش إطلاق سراحه المشروط أبدا، بمعنى إن جيك هيقضي حياته في السجن لآخر يوم في عمره. وبسبب التغطية الإعلامية الكبيرة جدا اللي كانت بتحظى بيها قضية جيمي، جيك ما كانش بيقضي أفضل وقت في السجن أبدا. تقدروا تقولوا كده إن المساجين كانوا عاملينه بونبوناية السجن. أي حد كان بيلاقي نفسه فاضي كده وقاعد ملان كان بيروح ويصبح عليه ببوكسين في عينيه. وجيك قدر ان هو يلاقي صديق ليه في السجن يقدر ان هو يدافع عنه ويقف في ظهره ويدعمه. مين الصديق ده دونا عن كل الناس اللي موجودة في الكوكب؟ كريس واتس. جيك وكريس واتس هما الاتنين كانوا موجودين في نفس الزنزانة وقربوا من بعض وكانوا أصدقاء، حتى ان كريس واتس كان بيدافع عنه تجاه المساجين اللي كانوا بيحاولوا ان هم يعتادوا عليه بالضرب عمال على بطال. لو بصينا على أحداث القصة دي هنكتشف إن جيك كان سنه صغير جدا وقت ما ارتكب جريمته، وكان سنه 21 سنة فقط، وارتكب جريمة بالقتل المزدوج، غزو بيت، ده بالإضافة إن هو خطف جيمي. إيه اللي كان ممكن يحصل لو جيمي ما كانتش قدرت تهرب من البيت؟ بدون أي شك
جيك كان هيتحول في وقت من الأوقات لمختطف متسلسل. لو تفتكروا قصة جون جماليسكي اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وإن هو إزاي كان خاطف متسلسل، وده بسبب إن مفيش أي حد قدر إن هو يقبض عليه، وده بالرغم من إن في بنات من اللي هو سابهم علشان يمشوا راحوا بلغوا الشرطة، ولكن مفيش أي حد صدق روايتهم. وبكل تأكيد ده خلاه إن هو يكرر فعلته مرة ورا مرة بدون توقف، لأنه كان حاسس ومتأكد إن مفيش أي حد هيوقفه. وده بالإضافة للعامل المشترك الأبرز ما بين جون جماليسكي وما بين جيك، بين الاتنين كانوا معتقدين إن هما لما هيخطفوا أي حد ويجبروه على إن هو يعيش معاهم مع مرور الوقت هيحبه وهيبقى عايش معاه بمحض إرادته، واللي بكل تأكيد تفكير مريض جدا، ولا حصل مع جيك ولا حصل مع جون جماليسكي. بكل أسف بالرغم من نجاة جيمي إلا إنها مضطرة إنها تعيش باللي عمله معاها جيك، وإن هي تعيش بدون أبوها وأمها. جيمي بعد الواقع ما قدرتش إنها ترجع لبيتها مرة تانية ولا إنها تدخل ليه، وعلشان كده تم هدم البيت، واستمرت جيمي في الحياة مع عمتها، ورجعت مرة تانية واستكملت دراستها المدرسية. وفي سنة 2020 تم إصدار بيان لكل الناس اللي كانت بتسأل عن أحوال جيمي من عمتها، واللي قالت فيه إن جيمي بتستمتع بحياتها جدا، وإن هي حاليا عايشة حياة طبيعية، وابتدت إنها تستجمع قوتها وشجاعتها وترجع حياتها للمسار الصحيح. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات، هل في رأيكم إن جيك لو ما كانش تم الإمساك بيه، وإن جيمي لو ما كانتش قدرت تهرب من البيت، كان وارد إن هو ينهي حياتها ويكمل سلسلة من الاختطاف لبنات تانيين في محاولة منه للحصول على الحب الإجباري؟ ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.